السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الصائمون. نسجل إن شاء الله الورد القرآني في نهار رمضان من الجزء الحادي عشر من الصفحة الأولى إن شاء الله بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إلى هنا نقول قد وصلنا نهاية هذا الورد القرآني في نهار رمضان. أحب أقدم نصيحة في هذا الفيديو يا جماعة الخير. في هذا الشهر الكريم وفي هذا الأيام المباركة الأيام الطيبات صلوا أرحامكم وتصدقوا في هذا الشهر الكريم ولو بالقليل فإن الله سبحانه وتعالى يربي للإنسان الصدقة التمرة كما يربي الإنسان فلوه أو مهره، والأجر مضاعف في هذا الشهر الكريم. الشباب اللي بنروح نصلي التراويح ونروح نصلي التراويح بتلاقي والله العظيم يا جماعة أنا شفت بنتي بتفطر معنا في المسجد عمرها 4 سنوات، 4 سنوات صايمة، 4 شايف من حبها للصيام. وناس بتروح تصلي التراويح كامل وشباب صغيرين بيصلوا التراويح كامل، يعني شهر أيام معدودات. ربنا بيقول لك أيام معدودات والأجر مضاعف، تعال تفضل أهلا وسهلا يا باغي الخير أقبل. يعني ربنا بناديك، عاوز أكتر من كده، حبيبك سبحانه وتعالى بناديك. مساجد مفتوحة. حياكم الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.